حتى اللي بيظلمنا احنا بنحبه عشان ظلمه لينا خلانا عند ربنا لينا دعوة مستجابة. لو عرفت قد ايه اللي ظلمك اكرمك لعلمت انه جعل لك بين البرايا دعوة لا ترد، وسماع في حضرة الحق لا ينفد، لأنصرنك ولو بعد حين. وانت مظلوم ولا تنشغل بمحبة من أحبك ولا بعداوة من عاداك، انشغل بالله، خليك مع الله. اهلا اهلا اميرات، لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير؟ توحشتكم يا اختي وتوحشتكم بزاف بزاف. اموركم تمام؟ احوالكم طيبه؟ الامهات اللي عندهم وليدات كيقراو في المدرسه لاباس عليكم مع الدخول المدرسي ومع تنظيم الوقت ومع الوعيان بكري؟ كلشي بخير؟ اي والله يعينكم على وليداتكم وعلى التربيه ديالهم، والله يوفقهم يا ربي في هذه السنه الدراسيه. الله يوفق وليداتي ووليدات المسلمين اجمعين، والله يجعلهم يا ربي من الصالحين. واللي مشتاق للذريه الصالحه الله يرزقك اختي، اللي كترجاي من عند الله سبحانه وتعالى. ومنين تطلبي الله الذريه طلبي الله دائما الذريه الصالحه، لان الذريه الصالحه هي كنز الحياه. ملي كتكون الذريه صالحه كتكون نعمه كبيره من عند الله سبحانه وتعالى. الله يعطيك اختي اللي كتمناي من عند الله، والله يحل حسامك. واي وحده كترجى شي حاجه من الله سبحانه وتعالى الله يستجاب لك الدعاء ان شاء الله، والله يعطيك داكشي اللي كتمناي. وحنا دائما ما كنقنطوا وما كنيأسوا من رحمه الله، رانا كلنا مخصوصين، كل وحده فين مخصوصه. الكمال لله عز وجل، كاين حتى شي وحده فينا كامله. الكمال لله، هاد الصفه ديال الكمال كاينه لله، صفه لله سبحانه وتعالى، وحتى واحد ما كيتنازعها مع الله سبحانه وتعالى. دائما كنطلب الله سبحانه وتعالى والله يحقق لنا ولكم الرجاء يا ربي. وصافي اختي انايا وجدت واحد الكاس ديال العصير ديال لافوكا باش نفطر انا وريم. اليوم غنفطر انا وريم الراس في الراس. الوالده كنفطرها هي الاولى قبل مني انا كاع، فطرتها وامورها مقاده. ايوا بالنسبه للاخرين اللي مشى لخدمته مشى لها، واللي مشى لمدرسته راه مشى لها. بقيت انا وريم. ريم حتى هي صراحه هاد الايامات راه ما كتبغيش تفطر لي مع الصباح نهائيا. عادي عادي لانه مولفه العطله، مولفه كتصبح ناعسه حتى ل10 ونص ل11، ماشي مرات ل10، يعني ما كتفطرش بكري. وعادي في الاول هكا الوليدات راه ماشي من النهار الاول ولا من السيمانه الاولى غادي يتعودوا عاوتاني على الوعيان بكري وعلى الفطور في ذاك الوقت بكري، فهمتوا؟ ضروري واحد السيمانه 10 ايام حتى 15 يوم يلا يلا كيبداو يتاقلموا مع هذا الروتين هذا اللي كيكون عاوتاني جديد عليهم. ولو انهم دائما يعني كيقراو كل عام كيقراو، ولكن ما تنساو الفتره ديال العطله راه حنا اللي كبار كتخسر لنا البروغرام ديالنا، كنرجعوا كنعسوا كنرجعوا كنفطروا متعطلين نتغداو متعطلين، فهمتوا؟ يعني عادي. المهم دابا نفطر انا وريم ان شاء الله. عندي واحد الحبات ديال الحرشه كانوا في الثلاجه، كنت درتها البارح لقوتي وشاط واحد 4 ديال الحبات درتهم في واحد البواطه صافي ودرتهم في الثلاجه. خرجتهم دابا اختي سخنتهم. هذيك الاله ديال ولا البريصه ديال البانيني كتسخنهم يا اختي تبارك الله في 5 ديال الدقائق ما شاء الله. صراحه عمليه في الكوزينه، خصوصا اختي مع الام اللي عندها وليدات كيقراو في المدرسه وكتقوم توجد لهم الفطور. تسخني فيها المسمن، تسخني فيها الحرشه، تسخني فيها حتى البغرير، الكرواسون، الخبز، اي حاجه بغيتي تسخنيها كتسخنها لك في رمشتين وبالزربه بلا ما تحتاجي زعما ديري داكشي في الفران وتحاني الفران حتى يسخن. يعني غيدير لك واحد ربع ساعه تقريبا عاد تسخني داكشي اللي بغيتي. اما مع البريسه في 5 ديال الدقائق كتسخني كلشي وكتقادي. ونحط الفطور ديالي انا وريم ان شاء الله. نفطروا اليوم ما حطيت لا فرماج لا زبده لا حتى شي حاجه، فقط الحرشه والعصير ديال لافوكا وصافي. اللهم لك الحمد. ان شاء الله منين تفطر ريم غادي نجبد لها الكارطابل ديالها نعطي لها، لانه شريت لها الكارطابل ما كانش معايا فاش شريته لها، جبته لها زعما مفاجاه من الاختيار ديالي. كنت ما ديتهاش معايا فاش مشيت للمرجان كنت ديتها معايا وقلبنا في مرجان المحفظات اللي لقيت في مرجان ما مناسبينش في الحجم ديالهم لمنتي، فهمتوا؟ المهم ما حسيت بهم ما غاديش يصلحوا لها. وصافي قلت حتى لنهار اخر وداكشي اللي درت خليتهم لنهار اخر وشريتها لها من جهه اخرى وجبتها لها وخزنتها ما عطيتها لهاش تشوف هذيك الساعه اللي جبتها. قلت لها زعما قلت حتى بحال اليوم مع الصباح وندير لها مفاجاه نفرحها. راكم عارفين الوليدات دابا كيفرحوا بهذا الشيء ديال الدخول المدرسي. بالنسبه للكارطابل اللي شريت لريم هي هذه شديتها لها في الموف وسامبل صراحه. شوفوا هذا العام هذا راه كاين الكارطابل موجوده وكاينه كاليتيات زوينه الصراحه. انا فضلت نشد لها هذه، جاتني زوينه في الشكل ديالها وزوينه في يعني حتى في الحجم ديالها، وحتى الا كانت فيها شي طاشه ولا توسخت غتجيني ساهله في الصابون. المهم انا يعني شديت لها هذه
شديتها لها يمكن ب130 درهم ولا 140 درهم. راه قلت لكم هذا العام هذا صراحة في العيون راه كاين الكارطابل، كاين الثمن مناسب وكاين حتى الجودة راه كاينة، ماشي بحال العام اللي فات. إيوا هذه هي الكارطابل ديالي بصراحة فرحات بها. قلت لها واش عجبتك؟ قالت لي والله إلا عجبتني يا ماما. هي أصلًا فاش كنت أنا كنتكلم معاها كنقول لها كارطابل غنشري لك ديال الروايض وهذه وهذه، قالت لي لا ماما أنا ما بغيتش هذوك ديال الروايض، أنا ما بغيتش بحال ديك اللي فيها الرسوم بحال ديال العام فايت. فهمتوا؟ أنا صافي حتى أنا المهم جبتها لها على ذوقي وعجباتها وفرحت بها، وجبت لها هذيك القرعة ديال الماء. بالنسبة للقرعة ديال الماء شديت لها هذه. شوفي أختي الكرطابل فرحانة بها كتقول لي شوفي ماما واش جات زوينة. قلت لها زوينة بصحتك بنتي غير قراي وشتي هذه. إيوا صافي كانت المهم فرحت بها هذا الصباح. بالنسبة للقرعة ديال الماء شديت لها هذه حتى هي راه شديتها لها، ما كانتش معايا كاع فاش شريت لها لا هاد القرعة ديال الماء ولا الكرطابل. هاد القرعة ديال الماء شريت لها بحال ديالي، أنا عندي وحدة كبيرة كبر من هذه ديال الصغار. أنا عندي وحدة كبيرة صراحة كنعمرها، شي مرات كندير فيها الحامض مع الماء، شي مرات كل مرة واش كندير فيها يعني كنبقى نشرب منها نهار كامل. كتزعمني اختي على الماء نشربو والله العظيم. أنا من الناس اللي ما كيشربوش الماء بزاف، ويمكن كنشرب 2 كيسان في النهار، 3 الكيسان كاع. منين وليت كندير القرعة وكنعمرها كنحطها زعما قدامي، فين ما كندور كنشرب منها كندور، المهم كنلقى راسي بعدا شربت واحد الكمية اللي بعدا لا بأس بها. وهادو زوينين ما فيهمش ديك الريحة اللي كتكون ديال البلاستيك، كتكون واحد الريحة كتبرزط شوي. هادو صراحة راه ما فيهمش نهائيًا وكاليتي. إيوا أختي صافي دابا غادي ندوز باش نغسل لافيسيل. اليوم أختي عندي لافيسيل خاصها واحد الغسلة، عرفت ورجعت حالتها حالة، توسخت بمعنى الكلمة. شحال هادي ما غسلتها الصراحة والله العظيم لا شحال هادي. مع هاد الأيامات راكم عارفين كان عندي الرحيل وكانت عندي الوالدة مريضة وهذا، ما ساليت لها كاع باش نغسلها. وأنا أصلًا ما كنغسلهاش دايمًا زعما كل نهار، كنغسلها مرة في. المهم بعدا بالنسبة لهاد البرودوي هذا كنديرو لها مرة في هكا في شهر، شهر ونص. فهمتوا؟ على حتى لشهرين كاع، على حساب شحال من مرة كنخدمها في النهار وواش الماعن فيهم الدسومة ولا لا. وهاد البرودوي صراحة كيهنيك تغسل لك مزيان. هاد البرودوي ديال فانيش بالنسبة للبرودوي اللي كنستعمل لافيستيل ديالي كنستعمل هادو ديال الفانيش. بالنسبة لهاد البرودوي راه فيه ديك اللصقة كيف ما شفتو كتحيد، وديك المغطية راه مسدودة بواحد الشمع. هذاك الشمع يعني داك البرودوي اللي في هاد القرعة ما كيخرج حتى كتخدم لافيستيل، وكتطلق الماء سخون عاد كيذوب داك الشمع وعاد كيخرج البرودوي لافيستيل باش كتغسل كاملة. بالنسبة للبرودوي ديال لافيستيل كنستعمل الفانيش لا في الملمع ولا في الملح ولا في الكبسول ولا حتى في هذا ديال التنظيف. ودابا غادي ندير لها هذا البروغرام باش زعما هي تغسل راسها براسها من الداخل. كدير لها داك البروغرام ديال النيطواياج صافي، وكون خدامه هنايا نخليها اختي تعقم مزيان وتنقى يعني زي ما يبقى لي غير هكا، يبقى لي غير من برا اختي كنمسحها بالخل. صافي راه خليتها هنايا بدات كتخرج الماء وبدات كتغسل هكا في راسها من الداخل. بالنسبة لي مارك ديال لافيستيل اللي كانوا سولوني الأخوات راه الإل جي وراه الإل جي كاينة اللي فيها الشبكة ديال المعالق وكاينة اللي فيها ديك اللي بحال ديالي أنا فضلت هادي على حساب لي سباس، باش كتهز لي بزاف ديال الماعن. المهم بالنسبة للخل اللي كننظف به الثلاجة ولافيستيل من برا، هاد الخل ديال التنظيف موجود في بيم وموجود حتى عند الناس اللي كيبيعوا مواد التنظيف. كنديرو في هاد البخاخة هادي وغنزيدو واحد شوي ديال الماء، غير واحد شوي ماشي بزاف، غير على حساب الريحة ديالو بشوية باش ما تبقاليش في لافيستيل من برا وصافي. وغادي نخليها حتى تكمل ديك الدورة ديالها وتغسل مزيان وتوقف، لأنه هذاك البروغرام ديال النيطواياج ديالها كيدي واحد شوية ديال الوقت. فهمتوا؟ كيدي واحد شوية ديال الوقت، أنا ندير شغلي وندير غدايا وهي يلاه غادي تسالي. فأول حاجة بغيت نبدا بها بعد اليوم بغيت ندير البيتزا ما العدس. اليوم قلت ندير العدس وغندير مع البيتزا باش ندوزو راكم عارفين. بالنسبة للعجينة ديال البيتزا نشاركها معكم في هاد الفيديو. بالنسبة للعجينة أنا عندي نص كيلو ديال الدقيق وندير فيه واحد المعلقة تقريبا المهم معلقة صغيرة ديال سنيدة ولا ديال العسل. أنا درت داك السكر الياجور عندي في الكوزينة، درت جوج ديال معلقة صغيرة وقبصة ديال الملح. وبالنسبة للخميرة ديال الخبز كندير هاد الساشي هذا. المهم الخميرة دائما كتبقى على حسب الجو صافي. وبالنسبة للما يكون دافي ما يكونش بارد ما يكونش مولي دافي بزاف شوية. ونعجن هاد العجينة. بالنسبة لهاد العجينة صراحة كتجي زوينة كتجي زوينة هكا في البيتزا. بالنسبة للبيتزا اللي الحجم ديالها كيجي كبير يعني اللي كتقرص في الطاوة.
فهمتوا؟ هاد العجينة ما كتصلحش للميني بيتزا، دوك البيتزات الصغار هادو ما كتصلحلهمش، هادي كتجي بحال العجينة ديال برا، كتجي مطلوقة واحد شوية، وراه ما كنديرش معاها صراحة شي مجهود باش ندلكها، غير كنجمع، كندير لها الماء زعما الكافي اللي غادي يجمعها لي، وكنبقى نجمعها بحال هكا حتى تجمع كاملة تتجانس ما كيبقاش فيها الدقيق، وكندخّلها زيت العود. بالنسبة لزيت العود كندير لها واحد 4 كاس صغير، دوك الكيسان الصغار 4 كاس ديال زيت العود، وفما فين كندخّل هذاك الزيت مزيان حتى كتشد هذاك الزيت وصافي، وكنرجع نغطيها. بالنسبة للغطا ديال الغطا باش غادي نغطيها زعما يا إما ندير السلوفان يا إما ندير شي طرف ديال الثوب عندي في الكوزينة ونخلّيها. بالنسبة لهاد العجينة قد ما قعدت تطلع مزيانة، بغيتو تخلّوها ساعة ديال المكانة خلّوها، بغيتو تخلّوها ساعة ونص، كنتِ مزروبة خلّيها واحد نُص ساعة. المهم أنا خلّيت أنايا واحد ساعة ديال المكانة تقريبًا، ياك رجعت لها كيف ما شفتوا درت لها زيت الزيتون، صافي كنبقى بحال هكا نجمعها وفي نفس الوقت راه الزيت كيدخل فيها حتى نشوفها شدِّت داك الزيت كامل ورجعت عجينة يعني متجانسة، صافي وكنجمعها نغطيها ونخلّيها، كترجع بحال هكا العجينة كتكون مرخوفة. هاد العجينة ما كتكونش تقيلة، ما كتكونش مجموعة بزاف، داك الشي علاش قُلت لكم ما كت يعني ما يصلحلكمش ديروا منها بيتزات صغار، إلا في حالة إلا كنتم غادي تزيدوا لها الدقيق وتجيكم مجموعة وتكرتوها بالدلاك. المهم ملي غطيتها مشيت أختي خرّجت الفلفلة من الفريغو، عندي الفلفلة في الفريغو، كانت عندي واحد الكمية ديال الفلفلة قطعتها داك النهار ودرتها في الفريغو باش ما تضيع لي، صافي خرّجتها درتها في المقلة مع شوية ديال الزيت وشوية ديال الملح وواحد رشة خفيفة، خليت الفلفلة كتشحّر في البوطة وجيت باش نوجد العدس. بالنسبة للعدس هنايا عندي ضرسة ديال الثوم والمعدنوس. بالنسبة لي أنا أخواتها ما كناكلش القزبور، ما كنحملش القزبور، ما كنحملش الريحة ديالو، أنا عندي غير مع المعدنوس هو اللي يعني هو اللي كان دائمًا كنطيب به، ما نعرف القزبر عندي معاه شي مشكلة ما كنحملوش سبحان الله العظيم. إيوا صافي طحنت داك الربيع والثوم، طحنت مطيشة طحنتها مزيان بقشورة، حيدت لها غير ديك الزريعة صافي، وغير بغيت نشارك معاكم وصافي في إطار أنهم حنا مشاركين وكنبارطاجي معاكم داك الشي اللي كاين. أما العدس تبارك الله شكون اللي ما كيعرف يطيب العدس كلشي كيعرف يطيب العدس وكلشي كيعرف يطيب الشيواس، حنا غير كنبارطاجيو كنقولوا اللهم نديروا الحاجة زعما كاملة مكمولة، بما أني مشاركة معاكم هاد الروتين ديال النهار ودايرة فيه العدس وندير معاكم حتى العدس، وعلاش أختي العدس معليش الله حتى هو يدوز في الفيديو العدس راه صحّي يا أختي والله العظيم. المهم عندي واحد الكمية ديال العدس، صراحة والله ماني عارفة شحال في العبار خرجتها من البواطو وعيني ميزاني وحطيتها فما، شلّلتها مزيان، شلّلته مزيان باش تحيد منه داك الغبرة وداك الشي، وصافي غندير العطرية. بالنسبة للعطرية غادي ندير الخرقوم وندير الأبزار وندير سكنجبير ومن طبيعة الحال غادي ندير واحد شوية ديال الملح والزيت وندير الماء الكافي اللي غيطيب لي. بالنسبة للعدس أخواتي ما كنعطيش الوالدة توكلو لأنه كيجيها مجهد شوية، ما سبحان الله المهم ما كيجيش معاها. المهم هي ديما الغديوة ديالها من نهار العدس كندير لها غديوتها وحدها، كل نهار يعني كل مرة كندير لها، كندير لها شي حاجة اللي غادي تعجبها هي وتوكلها. وبالنسبة للعدس الصراحة هو صراحة مفيد ولكن ما كيجيش معاها أبدًا، وحتى هي ما كتحملو أصلًا، هي ما كتحمل العدس. إيوا صافي خليت هداك العدس كيطيب، جيت هنايا من بعد ما دازت تقريبا ديك الساعة ديال المكانة وخمرت العجينة، درت الفران في الضو باش يسخن وباش هاكا نوجد البيتزا. بالنسبة للبيتزا درت اليوم جوج ديال البيتزات. وبالنسبة للفرماج الطفيلات أنا ما صراحة ما درتو لا في هاشوار وما حكيكاتوش في الحكاكة، ولات أختي كنقطعو هاكا وكنهاني راسي، سبحان الله بحال هكا جاني عملي بزاف، وجاني حتى الكمية ديالو كتكون في البيتزا كتكون زعما كيكون زعما الفرماج باين، وكيجيني بحال فيه الوفرة هكا أحسن من المحكوك. بالنسبة للمحكوك واخا كندير منه اللي درت منه ما كيبقاش يبان في البيتزا، وراني كندير المحكوك ماشي ما كنديرو، غير زعما مؤخرا فضّلت زعما هاد الطريقة جاتني عملية، بلا اختي ما نحكو بلا ما ندوزو في الهاشوار، نقطعو مربعات طريفات بحال هكا، وكندير منه اختي في البيتزا. وحتى في الشكل ديالو صراحة كيجي زوين. المهم عندي داك الفرماج ديال الموتزاريلا هو هذا الأبيض هو قطعته هو اللي هو المربعات كيف ما شفتوا، وعندي الفرماج الأحمر حتى هو نفس الشيء غادي نقطعو مربعات
وبالنسبه للبيتزا راه تبارك الله كلشي كيعرف يصايبها، غير حنا كيف قلت لكم حنا كنبارطاجيو كلشي، اي حاجه درتها في الفيديو اللي غيتحط لكم في النهار، داكشي اللي كان اللي درت في نهاري كنبارطاجيه معكم. بالنسبه للفرماج الاحمر حتى هو قطعته مربعات كيف ما شفتوا. صافي دابا غادي ندوز للعجينه. العجينه صراحه خمرات يا اختي وطلعت ما شاء الله، شفتوها قداش ضاعف الحجم ديالها. هو هنا خاصني ندير يدي في الزيت، ضروري في هذه الخطوه هذه ندير يدي في الزيت، يا اما زيت الزيتون يا اما زيت المائده بحال بحال. المهم هو ما تلصقليش العجينه لانه خفيفه كيف ما شفتوا. غادي نفرغ من هذاك الهواء اللي دخل فيها كامل. راه كتجي تبارك الله مطاوعه، وكتجي تبارك الله شوفوا بحال كنت كندلك فيها شحال، ولا راه ما دلكتها ما والو. هذيك الطريقه اللي خدمتها معكم بها راكم شفتوها وصافي. نديرها هكا على البلاصه اللي غادي نقرص فيها، وشوفوا العجينه بحال اش كتجي تبارك الله. كتجي العجينه ناجحه تبارك الله وكتجي زوينه. صافي دابا هذه غنخرج انا منها جوج ديال البيتزات. من طبيعه الحال قلت لكم راه كندير ايدي في الزيت باش ما تلصق لي العجينه. منين نكورها ديك الساعه غادي نقرصها بدقيق الفينو. ضروري غنقرصها بالدقيق ديال الفينو باش نديرها في الطاوة. بالنسبة للتقراص ديالها قد ما رققتوها شوية قد ما كان أحسن. وعاوتاني على حسب، كاين اللي كيبغي البيتزا تكون مهبرة زعما تكون طالعة واحد شوية، كاين اللي كيبغيها تكون رقيقة، على حسب اختي انتي والذوق ديالك. صافي دابا غادي ندير لها الفينو وانا كنقرص، وفي نفس الوقت كنرد معاها البال ياك ما نقص الفينو من تحتها باش ما تلصق لي في لوبوطاجي. غادي نكمل التقراص ديال البيتزا ونرجع معكم اخواتي.
قرصتها درتها في الطاوة، درت لها الصوص ديال مطيجاه، درت الفلفلة اللي تشحرات ودرت الحوت المعلب والفرماج والزيتون وصافي غادي ندخلها للفران. بالنسبة للفران ضروري يكون فران سخون بزاف بزاف لأنه هاد البيتزا كتبغي الحرارة. صافي دخلتها وخليتها اختي كطيب. فاش طابت دخلت الثانية، وكان هذا هو الشكل ديال البيتزا. صراحة جات زوينة ما نكذبش عليكم، وكتجي من الداخل كتجي مهوية من الداخل كيف ما شفتوا، كتجي واحد العجينة صراحة اللي ناجحة. وجاتنا الغدا ديالنا اللهم ديما نعمة وحفظها من الزوال. فضلت اليوم ندير العدس وندير معاها هكا بيتزا باش ناكلوا العدس، باش زعما نلقاو باش ندوزو. هادشي مرات كندير العدس وحده اخواتي، اليوم راه قلت لي ندير بيتزا صافي والديسير اللهم لك الحمد. المهم اخوات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يعجبكم. خلوا لي التعاليق واللايكات ونتلاقى معكم في الفيديو جديد ان شاء الله. باي باي.